بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله من قناة خالد عبد النبي على اليوتيوب. ومباراة جديدة أمام لاعب من إندونيسيا في قسم طبعا أسطورة على موقع chess.com. برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك الفيديو، نستمتع مع بعض حضراتكم. نبدأ القناة، نبدأ المباراة على طول. ببدأ بالعسكري بتاعي الأسود وبأمنه بالفرسة. هو بيضرب على طول مباشرة. أكل بالفرسة، أكلت بالفرسة على طول. أكل بالوزير، بهاجم طبعا الوزير وبالعسكري بتاعي بأمنه. وبعدين إجا وكشش، طلعت بالفيل بتاعي الاسود، اكل الفيل، اكلت بالوزير. وبعدين هو بايت في جناح الملك، انا بينت في جناح الوزير. وهو بدا يضغط هنا فقلت ما اضغط كمان افتح الجبهه. طبعا يميته، اكلت بالوزير. وبعدين بصعد طبعا على العسكري، عايز طبعا يفتح هنا ثغرات في الجيم. بعدت بالملك بعيد عن ضرب الوزير وخانة العسكري طبعا. احنا حضراتكم بنلعب 10 دقايق و10 دقايق. بنحاول نقدم لحضراتكم وجبة دسمة ومباراة ممتعة تنال إعجابكم ورضاكم. هو طبعا طلع بالفيل. بفكر ألعب إيه، قلت ما صعدت بالفرسة، أكل على طول مباشرة كده. كان هياخد قطعة طبعا عسكري زيادة، فقلت ما أضرب في فيله. والوزير نزل بالوزير عشان يموت. أكلت طبعا في حماية الفيل بتاعي العسكري. وبعدين صعدت واحدة عشان امن هنا. طبعا هو يعني وضرب تاني، جاب هنا عمل بلندر صعب جدا جدا. ده بريليانت مني، ممتاز جدا، بريليانت رائع من خالد عبد النبي. ان انا اكلت قطعه مقابل طبعا في حمايه الطابع من تحت، ما يقدرش ياكله، لاني لو اكل كنت هاكله بالفيل. فادى طبعا بريليانت عظيم جدا جدا، بريليانت درس في. طبعا هو هنا حاول يضغط تاني مع الفرصه، فقلت ما منزل تحت بقى. طبعا يعني في حمايه طبيعتي ما يقدرش ياكل عسكري، لان طبعا انا حاميه بالوزير. وبعدين هو عنده طبعا الفيل مع الوزير، فحاول يصعد برضه لمد هنا. فقلت بطلع بقى زي ما حضرتك شايفين كده، يعني قدام الطابيه قدام الرخ والفيل. فهو اكل، عمل بلندر صعب جدا جدا. هو فكر ان انا هاكل هنا، لكن طبعا فاجأته بان انا اكلت طبعا قطعه على طول مباشره بجيش. وكمان جبت الرخ. اعتقد انه هيستسلم، وفعلا استسلم. رجال الشرق، شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.